خليكم معايا يا شباب، نشتغل بقى الوحدة التانية في الجرامر بتاع الدايركت والاندايركت سبيتش. في الجملة الستيتمنت جملة خبرية، جملة الكويستشن بنوعيها yes و no question و WH question، وهنشتغل الجملة الأمرية اللي بتتمثل في استخدامات أفعال معينة. خليكم معايا كده واحنا بنشتغل بقى في التفاصيل بتاعتها، وانا شارحها لكم طبعا على السبورة وخط الإيد، وبنشتغل برضو PDF تاني على نفس القاعدة عشان يبقى أخدنا كل الجمل وحلينا عليها 100 جملة في أجزاء برضو متصورة ونزلها لكم فيديو مسجل مرة تانية. خليكم معايا كده. كلمة كلام مباشر يعني إيه؟ يعني الكلام المباشر ده يعني الشخص جاي له بنفسه بلسانه. يعني هنا مثلا لما نقول أسامة said I will travel to London tomorrow، الكلام ده مين بقى المتقال؟ جاي له أسامة على لسانه. ببساطة نعيد تاني الكلام. أسامة said طبعا ما تتحولش said إلى told، وهربط الجملة بإيه؟ بذات. طبعا ذات دي اختيارية في الجملة الخبرية، وآي هتبقى هي، وويل هتحول إلى would، travel to London وtomorrow تبقى the next day أو the coming day أو the following day. الكلام مشروح كله في PDF بأدق التفاصيل. طيب أجي بعد كده تقول لي طب لو ممكن يخليها indirect وما يحولش tomorrow؟ هنقولها برضه بعد شوية. يحتفظ بنفس الزمن زي ما هو إن لم يتغير التنس ماركر. الدنيا بسيطة وسهلة، لكن ما نحفظش حاجة حفظ. كل حاجة ناخدها ناخدها بفهم، لأن أنا لو مش فاهم هيبقى الدنيا معايا في أقل لفة هوجع في الجملة. بص، أنا مش عاوزك تقرأ عربي كتير عليها، لكن طبق في الجملة يعني بص كده، في told وفي warned وفي reminded وpersuaded وconvinced، لازم يجي بعديها المخاطب. يعني ايه المخاطب؟ يعني هقول لازم يجي وراها object، لازم يجي وراها object يعني مفعول. يعني لما اقول صلاح طلت عمر، بص كده، صلاح طلت عمر. فحبيبي لما اجي اقول بقى طلت عمر، يبقى طلت لازم في شخص مخاطب مفعول، لانه الافعال دي افعال ترانزيتيف زي ما قلنا في الفيديو. He would visit the museum the following day، إن هو هيزور. شايفين would visit the following day، أدي told، أدي المفعول اللي وراها، كانت هنا أصلها will وكانت دي أصلها tomorrow. Mona reminded me that، شايفين remind وراها الأوبجكت me وبعدين that و had to و the day after يعني have to كانت، و the day after يعني كانت tomorrow. لكن في أفعال ما يجيش بعديها المخاطب، يعني ما يجيش وراها مفعول. كلمة مخاطب يعني إيه؟ يعني الشخص الأوبجكت اللي هو زي مثلا فعل سي، ما يجيش وراها شخص مخاطب إلا لو قال ست فلان، ودي يبقى جر ومجرور. بصوا، ست وريبورتد وكومبلينت، يعني نقدر نسميها بمعنى تاني أفعال intransitive. intransitive عشان ما تتوهش بس في الكلام كتير. وadmitted وanswered وcried وshouted وreplied وwhispered وريماركed وexplained وsuggest. ما فيش حاجة اسمه suggested me suggested his uncle، ما فيش طبعا الكلام ده. دي أول جزئية بنتكلم عليها. خليكم معايا كده. يبقى كده بتكلم على استخدامات أفعال. بصوا كده معايا كمان. أنا عندي الأشكال دي ممكن وراها ذات وأحول الجملة عادي بعديها، أو ممكن أخد وراها promise دي تاخد تو مصدر، admit تاخد وراها ing، deny ing، suggest ing. برضه في فيديو سابق شرح لك أنا suggest هي ومعاها recommend و insist، قلت لكم ليها استخدامات تانية لما بيجي وراها فاعل. تعال بقى تشيك بوينتس علشان ناخد كل جزئية ونحل عليها. يلا كده أبطال، ناخد أول جملة. يلا بقى تحلوا معايا. رانيا me that I should buy mom a present. شايفين هنا؟ طبعا هنا في مفعول، في مفعول. طالما في مفعول هل تنفع ست؟
يبقى هقول ايه told me ينفع يجي وراها مفعول، و reminded me ذكرتني، يبقى تنفع كده ايه ولاد دي اللي هي بي وايه وسي. مستر أيمن ذات مصطفى was polite. هنا طبعا ما فيش شخص مخاطب فلا تنفع لا told ولا ايه ولا reminded، وبالتالي بي ولا سي الاتنين غلط، يبقى مستر أيمن ست. خد الجملة كده بعمق واعرف تحل ازاي الجملة. ريتال لأن أنا عندي قاعدة وعندي قانون فيرب بستخدمه. ريتال me that she wouldn't be late the following day. هنا في شخص مخاطب اهو، يعني في مفعول، يبقى ريتال ايه؟ ريتال that she wouldn't be late يعني قالت انها مش هتتأخر تاني او اخبرتني. ها يلا هتبقى ايه؟ ايوه تبقى told me that she wouldn't، يبقى فيها هنا ايه مفعول. إيمان that she wanted to be an engineer، يبقى هاخد ايه ولاد؟ هاخد said عشان ما فيش مفعول. ضحى her father would travel. her father would travel. خلي بالك يا باشا ساعات تعتبر انه her father ده المخاطب، لا حبيبي ده her father ده هو فاعل الجملة التانية، لأن الجملة مش معقول كانت بادئة بويل. يبقى هاخد ضحى ايه said، كأنه said that her father وما فيش ايه وما فيش that. Number 6 the teacher suggested that. خلي بالكم بقى suggest ديت لو جا وراها فاعل من غير كلام يبقى الفعل فين؟ في المصدر. الفعل فين؟ في المصدر. Number 7 I promised her that evening. I promised her that evening. هاخد ايه بقى؟ اكيد هاخد that I would phone، تنفع طبعا that I would that I would phone، وممكن اخد بقى ايه to phone، يبقى تنفع A و B. Our teacher of science ريتال، خلي بالكم الكلام لسه ما تحولش، في ادي الكوما وفي الانفيرتد كوماز، يبقى الجملة ايه ما تحولتش اساسا، فهقول التيتشر اوف ساينس said to ريتال. يبقى ده كده بالنسبة لاستخدام مجموعة الافعال ديت. طيب خليكم معايا كده، يبقى ما بنستخدمش في الغير مباشر لا انفيرتد كوماز ولا حاجة، وممكن ذات زي ما بنقول ممكن نعمل ايه يا جماعة؟ ممكن نحذفها. خلاص؟ طبعا زي ما بنقول الضمائر بتحول حسب المعنى، غالبا المتكلم بيتحول الى الغائب يعني، عشان احنا بنتكلم على شخص ايه مخاطب. يبقى الدايركت والاندايركت كمان الازمنه، لو عندي مضارع بسيط بحوله لماضي بسيط، هو بيتعامل مع ازمنه، ماضي بسيط يتحول لماضي تام، مضارع تام ماضي تام، مضارع مستمر ماضي مستمر، افعال مساعده ام واز وار تبقى وز ووير، وز ووير ممكن تظل زي ما هي او هاد بين الى اخره. راجع كده معلوماتك حلوه ها. She said that her grandfather the following week. بصوا كده يا ابطال، هنا بيقول she said اها، بص كده she said that، طبعا ما فيش مخاطب يبقى said her grandfather the following week. شايفين هنا بقى the following week دي كلمة أصلية ولا كلمة متحولة، يبقى أنا لو اداني was visiting كنت أخدتها تعبر عن future، ما عنديش باخد would visit. Number 2 he said he very tired so he was going to bed early. مؤكد هتكلم عليها. هو قال إن هو كان مريض، كان متعب so he was going to bed، يبقى أكيد قال I am very tired و I am going to bed، فهاخد أخد was. My father told me he a strange dream the previous night. بص يا بطل، أهم ما في الموضوع التنس ماركر، يعني الكلمة تدل على الزمن هي بقى اللي تحكم الجملة كلها. هنا the previous night ده ماضي بسيط اتحول إلى ماضي تام، فتبص قبل أنت ما تختار تبقى فاهم الإجابة هتكون فهتبقى هاد، هتبقى هاد.
The mechanic informed me that he fixed the car that day. That day يعني هو كانت this day، فمؤكد مضارع هيحول إلى ماضي، يبقى هاخد إيه يا جماعة؟ couldn't fix. The police officer reminded the driver that all passengers wear a seat belt. يبقى هنا قال إيه؟ ذكرهم إن كل الركاب المفروض wear a seat belt، يبقى have to، فتبقى مؤكد تبقى إيه؟ تبقى had to. My mother told me I tied my room before I went with my friends. قالت لها إيه بقى؟ told me I before I went. شوف يا جماعة هنا before أهي بعديها إيه؟ بعديها before I go، وقالت لها إيه؟ you have to tidy your room before you go. يبقى have to هنا هتحول إلى إيه؟ إلى had to. نفس الفكرة، بنتعامل بنفس الفكرة، بنشتغل في نفس الجمل بنفس الطريقة. الفكرة موجودة عندي وأحل عليها أي جمل أنا محتاجها. Number 6 my mother told me، دي قلناها. Number 7 when he resigned، احنا عارفين طبعا كلمة resign دي معناتها ايه؟ معناتها يستقيل. The employee said he find a new job the next month. شايفين يا جماعة the next month دي يعني هي كانت next month بقت the next month يعني فيها future، فيبقى will have to تحول إلى ماضي، فهتبقى إيه؟ would have to. would have إيه؟ to. بنفس الفكر بنشتغل ما تتغيرش الأزمنة، إذا كان فعل القول مضارع، إذا كانت حقيقة، إذا الكلام لسه حديث يعني said a moment ago, a minute ago, just now, a short time ago إلى آخره. طبعا الماضي البسيط تحول لماضي تام. لو الجملة أصلها ماضي تام هيروح فين؟ ولا تم مستمر هيروح فين؟ هيظل زي ما هو. كمان يعني أهم ما في الموضوع الكلمات اللي بتستخدم، يعني would وcould وmight وshould وwould rather وhad better ما لهمش تحويلات تاني، وبعديهم أصلا المصدر. يعني you should study hard summer، يبقى mom told summer that she should study hard. should هتروح فين؟ الماضي البسيط بقى يظل زي ما هو بعد مين يا جماعة؟ بعد بص كده، بعد if وwould rather وI wish وit's time، يظل الماضي البسيط زي ايه؟ زي ما هو لا يتغير. ولو كان في الأصل الجملة ماضي تام هيظل برضه ماضي تام زي ما هو، برضه used to. ما تقلقش من كتر التفاصيل، بالعكس ده دي بتديك كل ثغرات الجمل انك انت ايه؟ مش هتلاقي جملة ما تعرفهاش. طبعا agree وapprove وanswered in affirmative. I have received your email. Nora agreed that she had received تحويل عادي. طبعا لو في عبارات رفض no وسوري ده العبارات المخاطب بنحذفها كلها. I didn't see علي today، يبقى أحمد denied that he had seen. يلا بقى نحل الجمل اللي عليها. بيقول ايه شباب هنا في التشيك بوينتس على نفس الجزئية، خليكم معايا كده اهو. أدهم that he had eaten my biscuits. he had eaten my biscuits. he had eaten my biscuits. But I'm sure he did it. I'm sure he did it. متأكد إن هو عملها، يعني عاوز يقول هو أنكر، مش كده؟ وتمشي يا بطل معنى وقاعدة. يعني هنا هتكون إيه الجملة؟ مؤكد denied، أنكر. بص حبيبي it's time، شايف it's time دي جاي وراها إيه أبطال؟ went يعني جاي وراها ماضي بسيط، يبقى he said it was time زي تظل زي ما هي وانت ما تحولش إلى had gone. خلي بالك من الكلام. As a child I used to like cartoons. He said that he نفس الفكرة used to لا تتغير، يبقى he used to like. Tigers eat meat. She said that tigers ايه؟ eat meat، مش هتتغير وتبقى vegetarian يعني.
Cairo is the capital of Egypt. He said that Cairo. طبعا هو الأقوى is، لكن لو جال ووز على أساس إنها ممكن مش حقيقة مش ثابتة وممكن تتغير المحافظة يعني ممكن تكون في يوم من الأيام مثلا ألكسندريا، ممكن تكون الكابيتال سيتي. I will call you tomorrow. 10 minutes ago I told Sammy that I him tomorrow. شوف حبيبي، شايف tomorrow دي ما غيرهاش، التزم بالزمن بتاعها، تبقى will call. أو لو فيها ترتيبات مستقبلية تاخد مضارع مستمر يحول إلى ماضي مستمر. شايف هنا إسراء says she tired. will you let her go home؟ تبقى she is a tired. طبعا مش هتبقى was لعدة أسباب. فعل القول هنا مضارع، وأد حبيبي هنا will you let يعني مستقبل، فالسيكونس بتاع الزمن present simple مع future. تبقى الجملة ماشية كده وأنا فاهم بشتغل إزاي. طبعا أخطر ما في التحويل التنس ماركر. أخطر ما في التحويل الكلمات الدالة على الزمن. يعني عندي now بتحول إلى إيه؟ عندي now بتحول إلى إيه؟ إلى then وthis that وthese those وhere there. لو خلى الكلمات دي في الاندايركت ما حولهاش، ما حولش الزمن. زي ما قلناها قبل كده، كلمة أصلية معاها زمن أصلي، والكلمة المحولة معاها الزمن الإيه؟ المحول. تعالى طب نحل عليها تشيك بوينتس برضه. I am doing my homework now said علي. علي said that he was doing his homework. now هتحول إلى إيه؟ إلى then. now تحول إلى إيه؟ then. last Monday أميرة said she would visit us. طبعا would visit يعني عاوز كلمة تدل على الفيوتشر. يبقى أميرة last Monday أميرة said that she would visit us. أدم would يعني هتكلم عليها بالفيوتشر، يبقى إيه the day after. He said that she hadn't called her uncle 2 weeks. 2 weeks إيه؟ ممكن تبقى 2 weeks before أو 2 weeks earlier، يعني A و C. عمر said that he didn't go very often. تبقى here تحول إلى إيه؟ إلى there. عمر said a moment ago he will see the dentist. طبعا tomorrow لأنه ما فيش تحويل، لأنه الكلمة الدالة وما غيرش الزمن، خلاه زي ما هو التنس ماركر. عمر said that he didn't come here تحول إلى there very often. ده بالنسبة للتنس ماركر. وإحنا زي ما قلنا كلمة أصلية معاها زمن أصلي، وكلمة محولة معاها زمن محول. هناخد بقى جمل على الدايركت والاندايركت بكل الحالات الميكسد بتاعته. ركزوا كده معايا. نبدأ بقى بأول جملة. The doctor told the patient that he give up smoking. يبقى قال للبيشنت ايه؟ شوفوا كده، بص بقى الفعل القول هنا ايه؟ told. ده المؤشر. لما اقول told هنا يعني الجملة ماشية ايه؟ ماشية ماضي. يبقى هل ينفع اخد has to مضارع؟ ينفع اخد will have to؟ ينفع اخد will؟ لا. يبقى هاخد ايه؟ would have to. Number 2, my father said I be tired the next day for not sleeping well. طبعا برضه لو لاحظت لا may ولا كان ولا will، لأنه حول يبطل الكلمة، بدل next day خلاها the next day، يبقى هيحول معها الزمن تبقى ايه؟ will تبقى will. He said he able to sleep until he had finished. شايفين until قبليها ايه؟ مؤكد قبليها had finished. هنا ده ايه؟ ماضي تام، يعني كان اصله ماضي بسيط اتحول الى ماضي ايه؟ ماضي تام. يبقى اكيد هاخد ايه؟ كانت he wasn't able to sleep until he had finished. فهاخد he said he. طبعا مستحيل he هتاخد weren't، فما عنديش حل تاني في شكل الماضي غير ان انا اخد wouldn't be كأنها بديل ماضي بسيط.
روان says he too busy to watch TV. يبقى says present مش هحول معاها الزمن، فهاخد ايه يا ابطال؟ is. يلا يا باشا. منا said that the earth around the sun الحقيقة الثابتة لا تتغير بتغيير فعل القول. ده said هنا ما قلناش دعوة، طالما هي fact هاخد ايه يا جماعة؟ هاخد moves. Number 6 منار has just said، يعني لسه حالا الكلام حديث that she to speak to me، فهاخد ايه؟ wants لا تحول. Rital said that while she fell down and broke her arm، يبقى while she ايه؟ was running. ماضي مستمر وماضي بسيط عشان السيكونس بتاع الزمن. مروان explained that great if they could go، يبقى هاخد ايه يا جماعة؟ if they could go يعني if وراها ايه هنا؟ ماضي، فهيبقى would be great if they. شهد said that she wished، خلي بالكم بقى she wished، هي تتمنى انها تعيش في ايه؟ في باريس. طبعا انا ابعد عن اي مضارع وهاخد يعني هي بتتمنى انها ايه؟ تعيش في باريس، فتتمنى في الفيوتشر، يبقى she ايه؟ would live، يعني I wish I will live in Paris. مريم explained that Paris the capital of France، يبقى Paris is the capital of France. Lara had just told Huda that they to their wedding tonight، يبقى are ايه؟ had just told، طبعا هتاخد ايه؟ هي لسه حالا الكلام will go to their friend's wedding tonight، ولا are going، هي طبعا تاخد are going to their friend's wedding عشان دي ترتيبات. Sabri says he usually a break for coffee at midday. يا دام says يبقى ده present نفس الفكرة، يبقى has ايه؟ a break for coffee، يبقى هو عادة تبقى has، طبعا ما تنفعش has had، خلي بالك دي معمولة خدعة. 13 the mother told her child it was time، طبعا it is time أنا ملياش دعوة، هيظل وراها البسيط بسيط لا يتغير. it was time he to bed، يبقى it's time he ايه؟ went to bed، يعني جات له جوه فبقت went، يعني نجاة said that while he تبقى his lunch he fainted، تبقى was having يعني was eating. Dad has promised that، طبعا احنا عارفين promise ده من الافعال اللي بيجي وراها will، فاذا will هتحول الى ايه؟ الى would، بس هنا has promised ده present تعتبر، فهاخدها زي ما هي will ايه؟ will buy. He told me that he the robbers last night. شوفوا يا شباب ادي last night، خلي بالكم الجوهر بتاع الدايركت والاندايركت تنسى ماركر، هاخد سو ما اخدش هات سين، وصلت؟ عشان الكلمة الأصلية ومعها زمانها الأصلي. He told me that he the robbers the night before، شايفين the night before؟ أهو هنا حولها فتبقى سين، تبقى سو ولا هاد سين؟ لا طبعا تبقى هاد سين. وصلت؟ الفكرة واحدة مهما حليت جمل، فاهم أفعال وفاهم قاعدة مش هتغلط في حاجة. He said that he hadn't visited the zoo، أدي باشا ماضي تام، فهاخد كلمة كانت أصلا ماضي بسيط اتحولت لماضي تام، فهاخد إيه أبطال؟ أيوة the previous day. 19 he said that he didn't visit the zoo، بص هنا ماضي بسيط محولهوش، ماضي بسيط لم يحول، فهاخد yesterday. She complained that she for 2 hours that day يعني كانت this day، فمستحيل هتبقى has ولا have ولا will، فتبقى had waited، وكومبليند في الماضي. لكن شوف هنا
شوف هنا عشان بيقول لك الجملة ايه فكرتها. she complains that she for 2 hours today تبقى هاخد ايه has waited انتظرت يعني has ايه بتشكو انها ايه has waited for 2 hours. طب he claimed that he to the USA the week after. يا باشا أصلية ولا محولة؟ حبيبي دي محولة. يبقى the week after يعني كانت next week، يبقى هي كانت will travel، بقيت المفروض will travel. لا ما عنديش يعني حاجة تدل على الفيوتشر، لا عندك الباست كونتينيوس ده كان أصله مضارع مستمر يعبر عن فيوتشر في ترتيبات. يلا بقى 23 he claimed that he to the USA the week before يعني the previous week يعني كانت ماضي بسيط يا باشا تحول إلى ماضي تام. The shop assured that the freezer the next day. بص يا بطل ده لو قال tomorrow كان الكلام اختلف، لكن لما يقول the next day يعني محولة، فهاخد ايه would ذات ذا فريزر. طبعا خلي بالك هنا الخدعه في الجمله، هتقول لي وود ديليفر، انا فهمت ذا نيكست داي. طب بس الفريزر ده هو هيوصل نفسه ولا يوصل؟ ايوه يبقى كده صيغه باسف. شفت بقى اندايركت وباسف يبقى ضرب بيها قاعدتين. That us not to tell lies. بص كده us يعني ايه؟ يعني مفعول. طب set to تنفع في جملة indirect؟ مستحيل. طب set بس يجي وراها مفعول؟ لا مش reporting verbs. فاخد طبعا suggested اقترح عليهم، مش معقول يعني، فتبقى ايه told. انا ساعات بحذف الاجابات اللي ما تنفعش اتاكد انه الاجابة الصحيحة دي ايه. مفيش حل ملهوش علة ليه انا اخترت دي، لو انا مش عارف السبب يبقى في اشكالية في فهم. Reem said that she challenged Heidi to a tennis match. match. هنا في ايه؟ اهو said على طول خلاص. يعني سرعتك وادائك دي توفر عليك وقت خالص. هاخد ايه يا جماعه؟ said اهو خلاص يا باشا وصلت. هاخد ايه؟ هاخد could. She informed me that my friend Haytham a terrible accident while he was driving to North كذا. يبقى هاخد ايه؟ had. في التنس ماركر مع الروابط يعني. I told her that she a bad mistake and that she should be cautious يعني حذر. Let's on. That she had made a bad mistake. عملت خطأ، يعني قال لها انت عملت خطأ وانك انت المفروض تكوني حذرة. ريتال she was ready for the talent contest اللي هي مسابقة الموهوبين يعني. يبقى ريتال شوف هنا she was ready. بص يا بطل مفيش مفعول، تبعد عن مين؟ عن told. وwondered دي بتاعت جملة استفهامية، وinformed عاوزة object الوحيدة اللي تنفع said. Number 30 محمد complained that the service at the restaurant bad. هو complained فأنا ما عنديش غير was. 31 the therapist اللي هو المعالج الطبيب الثيرابي يعني بتاع الثيرابي said that علاج طبيعي he would inform me of the report's results. طبعا would inform يعني كانت will inform، فيبقى عاوز كلمة دالة على الفيوتشر، فتاخد ايه يا جماعة؟ the following week. لو the next week كانت اوكي نفعت طبعا. 32 عمرو told me that his lessons at the moment at that. شوف يا باشا ما قالش at this moment. لو at this moment مضارع مستمر، لكن at that moment هاخد لها مضارع مستمر يحول إلى ماضي مستمر. The boss said that the company efficient يعني كفء and punctual. بص الكلمات دي وانت بتراجع كده وبتحل، اكتب بقى الكلمات دي. workers the next month. شايف the next month دي أصلية ولا متحولة؟ متحولة طبعا. فهاخد
هو بيقول the next month، معقول had promoted يعني كان أصلها past simple؟ مستحيل. طب is going to promote ازاي وحول الكلمة the next month؟ فما تنفعش غير was going to promote يعني سيرقي. The social studies teacher مدرس الدراسات told us that Cairo the most populated city in Africa. طبعا ما فيش غير ديت وكأنها فاكت. Yesterday's newspaper said الجريدة said that he a 3-year contract. طبعا أنا ما عنديش تنس ماركر، فما عنديش حل غير إن أنا أمسك في فعل القول هو الانديكيتور بتاعي، الدليل بتاعي في الاختيار. يبقى قال إيه a 3-year contract. و yesterday's newspaper that he، يبقى that he إيه أخبرت يعني هو كان signed، فأدام signed هتبقى إيه had signed. طبعا مستحيل تبقى would be signed، يعني مش معقول هو اللي هيوقع، يعني كان ممكن تكون future و would sign مثلا. He said that it was raining. طبعا was raining ده ماضي مستمر كان أصلها مضارع معنا وحولها إلى then. شفت يا جماعة نفس الأفكار، حل بالمية جملة هتلاقي الأفكار بتتكرر تثبت معلومتك بيها. يلا. My parents promised me that. شايف يا بطل؟ خليك معايا. شايف promised كان أصلها will والمصدر تحول إلى إيه؟ إلى would، والمصدر me a laptop if I succeeded. if I succeeded. بص كده دي الفكرة بتاعتها إيه؟ بص كده معايا. شايف if هنا اللي جاي وراها ايه يا بطل؟ past simple ماضي بسيط، يبقى اللي جاب ليها هيكون ايه؟ يا would يا could يا might. طبعا مستحيل يجيب لك الثلاثة مع بعض، فهاخد ايه؟ هاخد might. He wondered how many goals they had scored. how many goals they had scored. هي this week حولت إلى إيه؟ إلى that week. I was told that a primary school in the neighborhood town. هنا was told يعني هو أخبره، يعني حد قال له يعني. فعاوز أقول بنيت، يبقى هي كان أصلها was built، حولها يا باشا indirect مع جملة passive تبقى had been built. My mom told me that we to the club until we finished. خلي بالك خلي بالك، شايف until هنا اللي بعديها ماضي بسيط، يعني كان أصله مضارع بسيط مع future، فالفيوتشر will زائد المصدر، will زائد المصدر تتحول لwould زائد المصدر مثبتة أو منفية، يبقى هاخد هنا wouldn't go. يبقى until بس كده تاني until بعدها ماضي بسيط كان في الأصل مضارع بسيط، واللي جاب لها كان will والمصدر بمستقبل بيجي would والمصدر، ولو منفي wouldn't والمصدر. أيمن says، أيمن إيه says that he the summer holiday in دهب when he has finished. when he has finished. شايف حبيبي الرابط هنا when اللي بعديها مضارع بسيط او مضارع تام، يبقى اللي جاب ليها future لا يتغير. دي جمل السنة اللي فاتت، الخدعة اللي كانت وعليها خلاف في امتحان ثانوية عامة السنة اللي فاتت. الرابط اللي بعديه ما غيرش الزمن بتاعه، يبقى الزمن التاني يبقى ماشي معاه على اساس tense sequence. يعني وين هنا جا وراها مضارع بسيط او مضارع تام، اللي جاب لها يبقى future لا يتغير will spin. انت بقى كان حولها، لو كانت had finished هنا كان بيجي would spin. علي said that he about the accident before he returned home. يبقى هو محدش قال له، يبقى هي هو لم يخبر، لم يخبر. التركيبة الوحيدة اللي باسف هي hadn't been told. واوكي بيفور اهو وراها ماضي بسيط وجاب لها ماضي تام، ماشيه مع القاعده وماشيه مع السيكونس بتاع الايه؟ بتاع الزمن. Number 43 don't park here it's forbidden. يبقى the gardener said we طبعا ايه المفروض احنا ما نركنش هنا، يبقى said that we لما اقول forbidden يبقى مؤكد هتكون ايه يا جماعه؟ mustn't.
The teacher told us that the earth round the sun. يا باشا فاكت. أحولها ولا ما أحولهاش؟ ما أحولهاش. منال promised that she promised من الحاجات اللي تعبر عن الفيوتشر، يبقى في will تحول إلى would. home tomorrow تبقى would have been، أو لو في would be طبعا ما فيش كلام كنا خدناها. 46 منى had just told أميرة that they to their friend's wedding tonight. بص يا جماعة، had just told كأنه tell أو كأنها says، يعني كأنها present ما تحولتش. واللي يأكد لك حبيبي الكلام ده كمان، بص يا شباب كده في كلمة tonight. tonight يعني ما تحولتش إلى that night، يبقى هاخد إيه يا جماعة؟ زي are going to. طب إيه علاقة are going to tonight future؟ ترتيبات. he said a moment ago برضه لا تحول، وبدليل أهو هنا يا باشا last month ما حولهاش، يبقى he said a moment ago that he هاخد ماضي بسيط على طول that he sold his car. طب ما اخدش ليه had sold حبيبي؟ لو last month خلاها the previous month، لكن انا هاخد هنا sold بس. he said just now نفس الفكرة a new story. في كلمة دالة ما فيش كلمة دالة اهو said just now دي يعني ما حولش الزمن. يبقى الوحيدة اللي هتنفع is reading. is reading. كلام حلو وسهل، بس نركز على على الجمل ونخلي بالنا منيها. It's rather late يعني الوقت متأخر and it's time for you to go to sleep. The children are still awake. يبقى أكيد اشتكت إنهم الولاد لسه صاحيين، فتبقى هنا complained that. Number 50 at the wedding party yesterday the bride في الحفل الزفاف the bride said the happiest day of her life. دي كانت جملة ثانوية عامة قبل كده، يبقى that day was the happiest day، يبقى كانت yesterday was أو this day بقت that day was. The hostess inquires يعني المضيفة بتستفسر if we like coffee، يبقى if we طبعا inquires present ولايك، وحتى لو would like يبقى كان نفعل برضه. حنين had just remarked that she yet تبقى أيوة تمام hasn't decided. 53 طارق says باشا present simple حولش الكلمة. he in a bank the city center he enjoys his work. الجملة كلها ماشية في سياق مضارع. ازاي امضي؟ ازاي اخد had worked ولا worked؟ يبقى هاخد ايه يا جماعة؟ هاخد works. ووات work دي تعبر عن الماضي برضه، يعني ممكن استخدمها بدل الماضي البسيط. خلاص نحل بقى الجمل دول، كلام سهل بعد كده. بص بعد كده الريبورتد سبيتش في الكوماندس اللي هو بستخدم تو المصدر او نوت تو زائد المصدر. من امثله الافعال دي كده قصه افعال يا شباب، يعني ادفايس ولها مفعول تو مصدر، allow permit encourage force order told asked commanded reminded. انا احفظهم طبعا دول. enable expect warn instructed invited promised helped begged wanted threatened اللي هو ايه ولاد؟ يهدد. ما بنستخدمش طبعا لما بنحول علامات التنصيص زي ما احنا قلنا. اهو ايمن اسكت علي to lend him. اهو يلا يا بطل نحل بقى التشيك بوينتس بتوعها، 6 جمل حلوين. نور told me don't waste your money. شايفين don't waste كلام اوامر اهو، يبقى اكيد asked me هي المفروض تو المصدر، ولما انفي تو يبقى قال لي not to waste يعني الا اضيع فلوسي على الهدوء. ريتال gave me some advice. She asked me good use of my money. اهو ask ومفعول وتو المصدر، يبقى to make good use. The phone was ringing. My mother asked آية the phone
يبقى طلبت مني انها ترد على التليفون. The head teacher told to do our best. أكيد told عاوزة مفعول، يبقى هاخد مين؟ ضمير مفعول أصل. Mom said put away your toys. put away يعني حط الحاجة في مكانها، رتبوها. This means she told حمزة to put إيه؟ الهدوم بتاعته. to put his toys عشان اسم ملكية. He said send the email now. This means he asked me to send the email. بدل now تحول إلى إيه؟ إلى then. طبعا التنس ماركر مع أي نوع من التحويلات بيحول بنفس الطريقة وبنفس الكلمات. أهو طبعا خلي بالكم من suggest و recommend بيجي وراهم الفعل فيه إيه؟ ing، ولو جاء وراهم فاعل خلي بالكم بقى، خلي بالكم ديت جمل امتحانات، يعني بتجي على طول في سنين متتالية. بص يا جماعة، advise و insist يصر و recommend و suggest و ask و it's important و it's necessary و it's essential. يجيب ذات ما يجيبش ذات مش مشكلتنا، المهم في ايه يا جماعة؟ في subject هنا، يعني في فاعل، يبقى بعديها يا اما الفعل في المصدر يا اما should ومصدر. طب ما فيش فاعل يبقى وراهم الفيرب بلس ايه؟ ing بالنسبة للادفايز لغاية هنا كده. خلاص اهو احمد suggested او advised ذات سمع. شايفين هنا قال سمع ايه؟ take. كان يقول يا توك يا تكس، لكن عشان ايه؟ عشان suggest و advised. suggested و advised ذات سمع should take، يبقى يا مصدر يا should ومصدر. It is essential that يا شايفين بي ما قلتش is عشان ايه يا جماعة؟ essential. It's essential that he should be fit. It's essential that he should be ايه؟ fit. اها تعالى بقى حول يا باشا. ها يلا I suggested that she the conference. يا إما أدي في فاعل ولا ما فيش؟ في فاعل ولا ما فيش؟ في فاعل، خد مصدر. أنت بتدور على شرط ومصدر ما فيش. It's important that he careful when he drives. يبقى هي إيه؟ be. عمر asked. عمر إيه؟ asked. ندى helped her mother. يبقى asked مين؟ asked if ندى helped ايه her mother، يبقى هاخد يا if يا whether، يبقى تنفع ايه وايه ايه وسي. To succeed in his job it's essential، برضه essential و important ماليش دعوة، طالما في فاعل يبقى بعدها يا مصدر يا should ومصدر، يبقى تنفع بي وايه بي وسي على طول، ملهاش اوبشن اخر يعني. Our chemistry teacher ده الاكسرسايز بقى بتاعها. Our chemistry teacher advised us. advised ايه؟ us نصحنا، في مفعول، يبقى هاخد ايه يا جماعة؟ advised us، advised مفعول وتول ايه؟ والمصدر، يبقى advised us ايه؟ to go. advised us ايه؟ to go. I was feeling sick so my friend me to go and see a doctor. برضو تبقى ايه؟ advised نصحني ان انا اروح اشوف دكتور. I forgot to turn off the lights so she me to do it. نسيت يبقى هي فكرتني reminded. شادي told me that again. قال لي إياك تعمل كده تاني. tell ومفعوله to مصدر، ولما نفي not to. The doctor me to walk 5 kilometers every day. يبقى أكيد ده إيه؟ ممكن تبقى advised مش موجودة، يبقى told me مستحيل ست طبعا. تحل جمل كتير وتلاقي الدنيا ايه ظبطت حلوه معاك. يلا نمبر 6. The teacher saw the students running and them to stop. الأستاذ شاف الولد بيجري أو الطلبة بيجروا وأمرهم إنهم يتوقفوا. هتاخد إيه بقى؟ ordered. The policeman warned me. حذرني ما روحش بالقرب من الفاير because it was dangerous not to go. يلا مالك going shopping at the new mall. تبقى مين اللي يجي وراها الفعل في اي ان جي؟ على طول يا باشا suggested.
he told me بعد told مفعول عاوزة to be silly. to be silly ولا not to be silly؟ طبعا not to عشان المعنى. The tour guide the tourists not to go into the desert on their own. not to go يعني إياكم تروحوا، يبقى ده كان في إيه؟ في إيه؟ warning تحذير. The teacher to punish me if I didn't keep quiet. The teacher يبقى كده إيه؟ هدد إنه يعاقبني، يبقى ده threaten تمشي مع المعنى. يبقى أنا عاوز معنى كمان مع القاعدة يا جماعة. ممكن أكتر من فعل ينفعوا بس المعنى يمشي مع مين؟ We want the window. We want the window before Friday. We want the windows. عاوزينها ايه؟ تغسل. طب تو المصدر وفي المجهول to be washed. My friend recommends the mask of gold because it is an interesting. recommend ما فيش مفعول، هجيب وراها الفعل فيه ing. The train is too crowded. My friend suggests يقترح ايه؟ مفيش فعل فيه ing. For the next one يبقى suggested we ايه؟ المفروض we wait، ما عنديش we wait. و suggest don't wait لا، يبقى suggest not waiting. ذا يبقى هاخد not والايه ing لانه ing ينفع تتنفي not. The driver was very careless. The policeman him not to drive so fast. تبقى instructed اداله تعليمات. احمد recommended me. شايفين recommended ايه me يعني في recommend وفي مفعول، يبقى to enroll on the new course. enroll يسجل يعني يدرج اسمه فيه. مالك advised that I my bed. يبقى that I ايه مصدر عشان advise فعل ومصدر. It's important that we يا اما follow يا اما should follow. ما عنديش الاثنين، عندي should follow يبقى اخدها. لو عندي الاثنين اوكي، يبقى في اوبشن يقول لي الاثنين صح. 19 it's necessary that every student مصدر على طول عشان تعبير it's necessary. يبقى هاخد ايه where. ميدو trained attack seers. يبقى درب الايه الدج بتاعه دربه to attack seers. يبقى trained وادي المفعول وتو المصدر. The doctor recommended that she على طول في فاعل، يبقى recommend زي suggest تاخد مصدر. My professor suggested a chemistry course. يبقى suggested ايه that I take. that I ايه take فعل في المصدر، أو suggested taking ما عنديش taking. They demanded that the manager. بص يا باشا the manager تبقى do. نفس الفكرة ادي it's important تاني that each patient be comfortable. طبعا جمل في منتهى القوة وفيها كل الأفكار بقى وكل الأفعال واستخداماتها. The police requested that ممدوح out of the burnt house. برضه request تاخد ايه يا جماعة move اللي هو الفعل فين؟ الفعل في المصدر. كده دي أفكار الدايركت والاندايركت اللي بنحلها، وبنحل على كل الجمل والاستخدامات بتاعتها. We insist that more money in education. insist that more money نفس الفكرة insist that more money. أخد إيه بعد الفاعل؟ أخد يا مصدر، بس هنا المصدر المفروض invest بس صيغة مبني المجهول يبقى be invested. The boss asks that you be early عشان ask. people demand that the hospital بيطلبوا إنه الهوسبيتال demand that the hospital be renewed إنها تجدد. The psychologist recommended that the criminal in prison. recommended that the criminal تبقى إيه يوضع. أنا عاوز مصدر بس في المجهول يبقى be والpast participle. محمد that his daughter take the medicine in time. يبقى أصر إنه أخته تاخد الدواء. تقول لي باشا طب ما سد يا حبيبي، لو سد كان بيجي التك بيجي التوك،
ولو told ما تنفعش، عاوزة مفعول. وwondered طبعا مش عاوزة مفعول، لكن دي بتاعت جملة استفهامية مش جملة خبرية. خلاص، نفس الفكرة برضه في جمل الاستخدامات بتاعتها بتاعت الايه، الري رايت. ده كده يا جماعة الدايركت والاندايركت، وحلينا عليه اكسرسايز كتير، وحلينا على كده قبل كده 100 جملة عليه، واستخدامات كتير، وهنحل عليه بعد كده من توب ستودنت.